السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، ولازلنا في الجزء الخامس من شهادة الزور وعقوبتها، واتكلمنا في فيديوهات كثيرة سابقة عن عقوبة شهادة الزور، وإن شهادة الزور لو في جنحة قلنا عقوبتها لا تزيد عن 2 سنين، ولو في جناية بتصل للسجن أو السجن المشدد، وبتوصل طبعا للإعدام لو إن القضية اللي أنت شهدت فيها المتهم فيها خد حكم إعدام ونفذ عليها الحكم. طيب النهاردة احنا بنقول إيه الأساسيات بتاعت إنك أنت تتطبق في حقك جريمة شهادة الزور. أولا لازم تيجي تقسم القسم أمام المحكمة، تكون أنت أقسمت اليمين. الحاجة التانية تكون أنت مصر على الكذب بتاعك، وتبقى عارف اللي انت بتقوله ده مش حقيقة. لكن واحد مثلا انا شفت حاجة فقلت زي ما انا شفت، حتى لو كان اللي انا شفته ده على عكس الحقيقة او انا لابس عليها الامر، لا، هو بيشترط انك انت تكون عارف ان اللي انت بتقوله ده كذب وتكون مصر عليها. فلو انت رايح المحكمة واقسمت اليمين، ووقفت امام المحكمة واقسمت اليمين وصريت على انك تضلل المحكمة وتشهد شهادة زور، عقوبتها بتصل يعني ما تزيدش عن 2 سنين، وقد تصل الى الاعدام. انتظرونا في فيديو جديد